عمرك لعبت لعبة شكلها بريء؟ لعبة ملايين الناس بيلعبوها كل يوم، لكن جواها أسرار سودة وخطر ممكن يدمر أي طفل. اللعبة دي بقت ترند عالمي والعيال مدمنينها والناس بتتكلم عنها كتير اليومين دول. بس أنا جاية النهاردة عشان أعرفك إيه اللي ورا كل ده، وأقولك حاجات ممكن ما تكونش تعرف عنها حاجة. النهاردة هقولك الحقيقة الكاملة عن لعبة روبلوكس. استعد تسمع اللي عمرك ما توقعته، ويلا بينا نبدأ. الأول كده ايه هي لعبة روبلوكس؟ روبلوكس يا جماعة مش مجرد لعبة، دي عالم مفتوح فيه ملايين الألعاب. تقدر تعمل شخصية خاصة بيك، تلبسها اللي تحبه، وتدخل أي عالم تتخيله. سباق، مغامرات، ألعاب رعب، وحتى عوالم شبه الحقيقة وحاجات تانية كتير. طب تصدق ان روبلوكس عندها ملايين بيدخلوا يلعبوها كل يوم؟ وفي الشهر العدد بيبقى مهول جدا للاعبين اللي بيدخلوا يلعبوها. ملايين، يعني كل يوم في ملايين الناس بيدخلوا يعيشوا حياتهم جوه اللعبة. بس الغريب ان اكتر الناس اللي بيلعبوها اطفال. طب ليه الناس مهووسة بيها؟ ليه روبلوكس مختلفة؟ لانك مش بس بتلعب، انت كمان تقدر تصمم لعبتك وتنزلها وتخلي ملايين الناس يجربوها. وفي عملة اسمها روبوكس بيشتروا بيها لبس، ادوات، حاجات جديدة، وهكذا. عارف بقى ايه الجنان اللي اكتر من كده؟ ان لو انت مطور محترف ممكن تكسب فلوس حقيقية من اللعبة. يعني اللعبة بقت مش بس لعبة، دي بقت شغل وفلوس لبعض الناس. نيجي بقى للجانب الغامض والخطير والمظلم في اللعبة دي. هنا عايزين ندخل على المستخبي. روبلوكس يا جماعة مش زي ما هي ظاهرة. اللعبة مفتوحة لأي حد يصمم لعبة، وده معناه ان في ألعاب جوه روبلوكس فيها محتوى عنيف او حاجات مش مناسبة للأطفال، لان انت بمزاجك تحط اللعبة اللي انت عايزها واي نوع وحسب الغرض اللي في دماغك عادي. كمان في شات صوتي وكتابي، وهنا المصيبة. الأطفال ممكن يكلموا ناس غريبة، ممكن يتعرضوا لتنمر أو استغلال أو حتى تحرش. في ناس فعلا حاولوا يستدرجوا أطفال جوه روبلوكس، والمنظمات العالمية حذرت من ده. متخيلين الكارثة؟ متخيلين ممكن يحصل ايه جوه لعبة والاسم ان هي لعبة؟ مش سهل ان انت تشك فيها. في كمان تحديات ظهرت قبل كده على روبلوكس كانت بتهدد حياة الأطفال. غير كده اللعبة ممكن تخلي الطفل مدمن يقعد بالساعات قدام الشاشة من غير ما يحس. يعني لو عندك طفل بيلعب اللعبة دي لازم تركز معاه. أنا هنا بكلمك في الفيديو ده عشان أحذرك من لعبة ممكن بنسبة كبيرة طفلك يكون بيلعبها أو كان بيلعبها. خلي بالك، روبلوكس عالم كبير وممتع، لكن في مخاطر لو سبت الأطفال من غير رقابة. لازم تكون رقيب على أطفالك وتعرف بيلعبوا ايه وبيعملوا ايه على الموبايل، بيقضوا وقتهم ازاي، لان انت ممكن تكون شايفها مجرد لعبة وهي مش كده. ومش كلامي بس على لعبة روبلوكس، على اي لعبة تانية ممكن تكون شبهها. خليك فاكر، مش كل لعبة ألوانها جميلة هتكون بريئة.